أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حضرة الطف. راح نلتقي اليوم بالأكاديمي والباحث في التراث الأستاذ سامي هيال. مرحبا بك أستاذ سامي. أهلا وسهلا بك. أهلا أستاذ حيدر. أستاذ سامي، بداية خلينا نحاول نحلل كيف تحولت واقعة الطف من حدث، من معركة، إلى ماكينة لإنتاج الدلالات والعبر والأحداث والأفكار الثقافية والدينية. نعم، شكرا جزيلا. مقدمة أنه أشكر قناة الإشراق وهي سباقة في اختيار هكذا مواضيع، وخصوصا نحن في مقدمة شهر محرم الحرام بهذه الليلة. طبعا ملحمة الطف اللي أنا ذكرتها، حقيقة أنا ذكرتها في كتابي. لم أذكرها معركة الطف، وإنما في كتابي هذا اللي هو كان رسالة ماجستير. هذا الكتاب الأداء التجاوبي والتناوبي في الردات الحسينية. تناولت هذا الموضوع الحقيقة، لربما هو ليس قريب عن سؤالك، وإنما لكنه أنا أحب أن أدخل بهذا المدخل. تفضل. هو سؤالي عن أنه كيف كانت واقعة الطف منهلا ومنبعا للإنتاج الثقافي والديني والعقائدي، وهذا أيضا جزء من الإنتاج الثقافي الذي يتحدث عن الطف والإمام الحسين عليه السلام. نعم، شكرا جزيلا. الحقيقة في عام 2007 نعم كان دراستي في الماجستير، جذب انتباهي أو حاولت أنه يعني أوظف الموسيقى بهذا الجانب، بجانب الردات الحسينية، أو ما يقدم من طقوس وشعائر في عاشوراء خصوصا. وبذلك اختاريت عنوان رسالتي هذا العنوان: الأداء التجاوبي والتناوبي في الردات الحسينية. وبعدين طبعا حولت إلى كتاب. الحقيقة هذا الموضوع هو موضوع بين الثقافة وبين العلم وبين الحالة الإنسانية أيضا، أو الاجتماعية، أو أيضا التراث. التراث مهم جدا أنه أنت تدون تراث يعني ممكن أن يكون 1400 سنة إلى هذا التراث. طيب أستاذ سامي، هذا الكتاب يتحدث عن الردات الحسينية. تناولتها من أي سنة؟ أقدم ردة موجودة في الكتاب تناولتها بالبحث؟ هنا ما أخذت أنا جانب القدم أو جانب الحديث، وإنما كانت دراستي بذاك الوقت عن الردات الحسينية في عام 2007-2008، لأنه دراسة مرحلية. بالضبط. فأخذت الردات الحسينية الجماعية اللي تؤدى، وشايفيها أنتم بالتلفزيون. المواكب اللي يعني تقدم هذه الردات في كربلاء. وهذه المواكب طبعا هي مجموعة مواكب، ولكن أهم المواكب أخذت 10 مواكب. ومن هذه ال10 مواكب أخذت لكل موكب 3 ردات، اللي هي الليلة 8 و9 و10. فإيش قد صارن 30 ردة موجودة لكل موكب. يعني لكل موكب من هذه المواكب 3 ردات، فأصبحت 30 ردة. فهذه الردات دونتها بالنوتة الموسيقية، وأيضا حللتها تحليل عندنا. تحليل عندنا موسيقي، وهذا التحليل يعني لو الكاميرا قريبة كان تشوف الجدول هذا. هذا الجدول يعني هذا من ابتكاري طبعا. طورته هو بالأساس من ابتكار الدكتور البروفيسور المرحوم طارق حسون فريد، لأنه هو كان مشرف على رسالتي في الماجستير. فلذلك هي كانت عند الدكتور حوالي 6 حقول. فأنا طورتها إلى 32 حقل. طيب أستاذ سامي، خلينا نتكلم عن التاريخ والتراث. المراثي الحسينية متى بدأت؟ أكيد يعني من عشرات أو مئات السنين،
والبعض منها كان صعب تدوينها، لكن وفق ما مدون بالأبحاث والكتب أقدم الردات الحسينية والمراثي متى كانت، متى دونت؟ هنا ما نقدر نحدد يعني أقدم الردات الحسينية، لأنه هي مجاميع كثيرة. وبالمناسبة يعني الردات الحسينية أو خلينا نقول الأطوار الدينية والأطوار الدنيوية أقربها أكثر. الموسيقى الدينية والموسيقى الدنيوية هنا أشياء يعني خلينا نقول متداولة بينهما. الموسيقى الدينية تختلف بالمقامات عن الموسيقى الدنيوية؟ لا ما تختلف. اختلاف بسيط جدا. اختلاف هنا يكون باستخدام الإيقاع، استخدام الموسيقى الخاصة خاصة بالموسيقى الدنيوية. أما بالنسبة للردات الحسينية اللي يسموه الطور، هو احنا بالموسيقى يسموه اللحن. بينما بالأطوار أو يعني المراسيم الدينية أو بالعرف الديني يسموه طور. اللحن يسموه طور. فهنا ما نقدر نحدد إنه شو وقت بدأت يعني الردات الحسينية، لكنه ممكن أن نذكر بعض الردات الحسينية القديمة. تفضل. اللي هي مثلا يا ريت والله لو تذكر. اللي مثلا يعين الفواطم لا تنامين، هاي من الردات الحسينية القديمة. اللي هي أخذوا من عتها أغاني. هلا ويا نور عين ويا هلية، أخذوا من عتها. هي بالأساس كانت يا عيون الفواطم لا تنامين. وبنفس الوزن أخذوا هذه الردة. على كل يعني احنا ممكن أن نقول يعد الرثاء والنواح من الممارسات الصوتية الفطرية والغريزية الإنسانية عند الإنسان، ومن أولى الظواهر الموسيقية في الحضارة المرتبطة بالحاجات المعبرة عن معاناة الإنسان والجماعة عبر القرون. يعني كان الإنسان هو عنده معاناة بالخليقة من بدء. يعني بالتالي كانت هاي وسيلة التعبير عن معاناته ومشاعره وأحاسيسه الداخلية. يعني ممكن أن نقول أنه عند مقتل قابيل لأخوه هابيل، فحتما الأب يعني اللي هو آدم حتما ناح عليه وبكى وحزن عليه. فلذلك نعتبر هذا حتما بدأ رثاء. وهناك يعني بعض الروايات أنه يقول كتب شعرا، كتب عن ولده هابيل. لذلك هذه الرثاء والنواح أنه يعتبر من الممارسات الصوتية اللي هي تقدم في مراسيم عاشوراء. سواء تكون على شكل ردات أو على شكل نعي أو على شكل بأشكال مختلفة. طيب أستاذ سامي، رح نتحدث عن هاي الأشكال اللي تقدم بمراسيم عاشوراء، لكن بعد أن نأخذ فاصل قصير. خليكم ويانا. نعود لاستكمال الحوار من بعد الفاصل مع ضيفنا العزيز الأكاديمي والباحث في التراث الأستاذ سامي هيا. الأستاذ سامي، وصلنا بالحديث قبل الفاصل بموضوعة المراثي والردات اللي تقدم في محرم الحرام وفي عاشوراء. خلينا نتحدث عن أبرزها. والله الحقيقة لو تذكر محرم، من تذكر محرم تذكر مباشرة تذكر الملا المرحوم حمزة الزغير وكاظم المنظور الكربلائي الله يرحمه. يعني هاي يمكن علامة بارزة وعلامة يعني شلون نقول احنا من كنا صغار
الحقيقة أنا شخصيا يعني حاضر إلى بعض المجالس إلى المرحوم حمزة الزغير من كنت في شبابي يعني. نعم. في كربلاء. فتذكر هذا يعني هؤلاء الثنائي اللي يعني جعلوا أو يعني أصبحت ملحمة عاشوراء مرتبطة، طبعا ذكر الإمام الحسين هو الملحمة. نعم. لكن أصبحت من الناحية التراثية ومن الناحية الفنية أصبحت مرتبطة بالمرحوم حمزة الزغير والمرحوم كاظم المنظور الكربلائي. نعم. في دراستي بالكتاب، نعم. وزيارتي إلى كربلاء كانت متعددة طبعا، كل أسبوع كنت أزور إلى كربلاء. نعم. فالتقيت بالمرحوم الشاعر والرادود، هو هم شاعر وهم رادود، المرحوم عزيز القلقاوي. كان مقعد. نعم. الرجل، وزرته إلى بيته، فمن ضمن قصائده اللي هو كتبها وأيضا وضع الطور أو خلينا نقول لحنها. نعم. وأنطاها علما للمرحوم حمزة الزغير، يعني هو أداها بصوته. نعم. لكن منو أداها حمزة الزغير، واشتهرت بصوت حمزة الزغير. وتسجلت طبعا هاي بالمناسبة كل هاي التسجيلات اللي نعم. سجلت للمرحوم حمزة الزغير والرواديد الآخرين اللي هو مثلا جاسم النويني، عبد الرضا الرادود، الآخرين اللي لربما يعني أنسى ذكرهم الآن، كلهم سجلت في هذا المسجل أبو البكرة. نعم. اللي سجله المرحوم حسن. يعني قصدك على الأسطوانة؟ لا المسجل هذا الكاسية القديمة أبو البكرة. نعم. ثم تطور صار كاسية. نعم. فهذه أحدى الردات اللي هو من نغم السيقاء طبعا. يا هل رحتوا بسلامة وبقت هاي اليتامى، يا هل رحتوا بسلامة بقت هاي اليتامى، شدبر لو جنيت وحدي دلوني، عمتني النايبة وما توجد عيوني، يا هل رحتوا بسلامة، يا هل رحتوا بسلامة. زينب بدمعة حزنها من عيون القلب تنصب، وجمر نيران النوايب والحزن بالقلب يلهب، صاحت وبالصيحة نادت يا هلي خدر المرتب، من ساعة الطاح العلم والنار تلهب بالخيام، والجمر بقلوب الحرام والخدر راح وتسلب، والخدر راح وتسلب، أدافع عن شيمكم وشاقف عن حرمكم، وانا بهالحال يا اهلي لا تشوفوني، عمتني النايبة وما توجد عيوني، يا هل رحتوا بسلامة، يا هل رحتوا بسلامة. عاش الصوت أستاذ سامي. أستاذ سامي، هاي كانت على نغم السيقة؟ نعم على نغم السيقة. شنو أكثر النغمات أو الأطوار الموسيقية اللي تستخدمها المراثي والردات الحسينية؟ طبعا هو استخدامه من البيات، نعم. السيقة، صبا زمزم، حجاز، يعني طبعا والحقاته يعني. نعم. اللي يتوزع منه، اللي حتى العجم أيضا استخدموه. نعم. رغم أنه العجم يعني النغم من الأنغام المفرحة، أيضا استخدموه بعض الردات الحسينية. الرست. نعم. يعني هناك مثلا رست وبيات يصير مثل احنا نسميه من ضمن الأنغام نسميه الغافلي. نعم. وهكذا. نعم. فمجموعة نهاوند أيضا استخدموه.
نعم. ألاحظ أنه جايب وياك قصيدة قديمة حتى الأوراق ممزقة، يمكن شنو سرها؟ نعم. الحقيقة هذا السر في أيام التسعينات كنا في الأردن. نعم. فكنا نقيم عزاء هناك في مرقد الصحابي الجليل اللي هو جعفر الطيار رضي الله عنه. كان مسموح لكم بالتسعينات وبالأردن؟ بالتسعينات وبالأردن. نعم. وفي مؤتة طبعا كنا نروح هناك، رغم كان طبعا الأمن مشدد. نعم. دائر مدايرنا، فكان يقيم الله يذكره بالخير الشيخ الآن دكتور علي البغدادي، اللي هو فترة كان إمام وخطيب مرقد كميل بن زياد النخعي. نعم. الآن ما أعرف يعني بالضبط وين هو، لكنه تحياتنا إلى وين ما يكون. كان هو يقيم العزاء. نعم. كان اللي يقدم العريف الحفل أو عريف العزاء. نعم. اللي كان يقدم هو الشاعر فالح حسون الدراجي. تحياتنا له. نعم. يعني كان مبدع في وقتها. وتعرف انت احنا كنا هناك. نعم. نقيم العزاء بلهفة، لأنه هنا يعني انت بعيد عن بلدك. نعم. فمن ضمن القصائد اللي كانت تقدم للشاعر طالب الدراجي أبو أنور. نعم. الحقيقة هاي هو كتبها بذيك السنة يعني بالتسعينات، وانت بقيت محتفظ بها مثل ما هي بورقتها القديمة. نعم. بالضبط. يعني أنا كتبها بالجديد، بس اليوم جبتها متقصد إنه أجيبها هي نفسها القصيدة. نعم. اللي كتبتها بذاك الوقت، وكان شلون يأديها. يعني صراحة أنا حفظت شلون يأديها. هو نعم. أداء جميل جدا، وبعدين حتى صوته حلو جميل. كان يأديها. يا صوت الضمير الماسكت بالخوف، يا مخوف الخوف وباقي تتكلم، انت اول جرح يوقف بوجه سيوف، يتلاهث غدرها وضامي على الدم. يا لحن الشرف وبكل زمن معروف، يا لحن الشرف وبكل زمن معزوف، تبقى بشفة التاريخ تترنم. يا رمز الكرامة وغاية المعروف، دمك صار لوحة وكربل المرسم. من صفت عليك جيوش ومي صفوف، خليت الصفوف تحكي تتلعثم. واحد كنت واقف بين كثر ألوف، لا قلبك رجف لا صبرك تثلم، كل ظنهم تجيهم طايع ومجتوف. من قالوا تسلم ايدك وتسلم، لا كانت كلمتك والنعم محذوف. مو هذا وقتها وهيج ما ترهم، أنا ابن الهواشم واضح ومعروف، وما بينا الذي من الموت يتهزم. إذا جتنا المناية نوقف لها وقوف، ونتقدم قبل ما هي تتقدم. هذا البيرغ اللي ما طاح إلا جفوف عباس البطل طاحت والمحتم. تنوح المشرعة وتبكي عليك جروف، ما تشفى عليها وما شرب حرم. عبر حد الوفا وتجاوز الموصوف، على ضيغم وخلف من صدق ضيغم. أشبال أربعة ومنهم كفو نعميا، جعفر عون عبد الله وقمرهم هذا المتمم. أيا ظنوة عقيل الماتوا على الدين، أيا ظنوة عقيل الماتوا على الدين. ذول حسين خوته وذول ولد العم، والصحبة حبيب ومسلم وعابس، والصحبة حبيب ومسلم وعابس. وزهير بن اللقين القرر وصمم، والحر الرياح العرب دربه منين، وتحرر ضميره بوقته وتقدم. هاي المدرسة اللي هزت التاريخ، هاي المدرسة اللي هزت التاريخ، من عدها الشعوب دروس تتعلم. يا حسين انت أعظم درس للأجيال،
يا حسين انت اعظم درس للاجيال، والما فهم درسك كل شي ما يفهم، والما فهم درسك أبد ما يفهم. أحسنت أستاذ سامي. طبعا راح نستكمل بالمزيد من المراثي ومن الردات، لكن بعد الفاصل حضرهن، لأن أطلبك بعد شقد مرثيتين أو 3. خليكم ويانا. إن شاء الله. هذه عودة مجددا إلى ضيفنا الأستاذ سامي الهيال للحديث أكثر عن المراثي والردات الحسينية والنغمات اللي تصاحبها والأطوار. أستاذ سامي، المراثي ما بين الماضي والحاضر بشنو اختلفت؟ الحقيقة يعني أكو اختلاف، طبعا اختلاف تطور الحياة، نعم. تغيير الحياة يعني بين الماضي والحاضر. تعرف أنت يعني الاختلاف على مستوى الكلمات لو على مستوى النغم، شلون حتى الحضارة الاجتماعية والقيم الاجتماعية، نعم. يعني حياتنا الاجتماعية هذا إلها تأثير أيضا في تكوين أو وجود هذه الردات الحسينية. نعم. يعني الحقيقة بدأت بعض الرواديد بدأوا، وعلى سبيل الحصر يعني لربما يعني الملا باسم الكربلائي، نعم. بدأ باستخدام آلة الإيقاع اللي هي استخدمها من الآلة الأورجن، وهي بداية هو كوزن يعني، نعم. تعطي للردة وزن بين القبول وبين الرفض كانت يعني، نعم. الحقيقة. فكان هذا الدخول أخذ فترة من الزمن يعني، نعم. تسجيل بالاستوديو، وطبعا تحصل تسجيل الاستوديو، نعم. فيه القضية النفسية تقبل الحزن أقل مما يقدم بشكل مباشر. نعم، لأن الجمهور يكون أمامك وتتفاعل وياه، والجمهور أيضا يتفاعل وياك. يعني القضية أنه مسجلة، نعم. بلاي باك وهكذا من خلال استوديو، ومن خلال شلون من خلال التركات، ويسجل الصوت بحد، وصوت الكورس بحد، نعم. وهكذا. فاختلفت أيضا لأنه كان يؤدى، يعني هو ليس، احنا ما نقول أنه هو غير مخلص بعمله، نعم. وغير هو أيضا مخلص بعمله، ولكن نعم. لكنها أصبحت من متطلبات العصر الحديث. العصر نعم. يعني مثل ما قلت أنه أكو تغيير بالحياة، نعم. ولذلك تغيير الحياة يعني على كل سبل الحياة تتغير. نعم. في الملبس والمأكل والمشرب وهكذا. نعم. وحتى في التراث أيضا أكو تغيير هناك، فمن ضمنها تغيرت الردات الحسينية. وحتى لو ناخذ على سبيل المثال أيضا الجانب الدنيوي بالموسيقى الدنيوية، أيضا هناك تغيير. نعم. يعني بمستوى الأغنية اللي بالشارع اللي موجودة، نعم. كلامها ولكن الطقوس الحسينية يجب أن تبقى يعني محافظة على أصولها، ومحافظة على هذه الطقوس من حيث كتابة الكلمة، من حيث اللحن أو الطور الموجود، من حيث الأداء. يجب أن يكون الأداء غير تطريبي أكثر من اللازم، حتى يكون هناك ارتباط بالحزن بهذه الواقعة. نعم. الحقيقة. فلذلك نشوف قسم من الردات الحسينية اللي أديها بعض الرواديد الجدد، خاصة الشباب، وأنا بدوري أنصحهم. نعم. أنه يعني يعودون إلى
طريقة الأداء الردة الحسينية القديمة. طريقة أداء الردة الحسينية القديمة ما بأي شواب ولا بأي، ولذلك هسه سمعت أنت الردة للمرحوم حمزة الزغير، سمعت ما يعني نغم جميل وأداء جميل، وطبعا هو يؤديها أجمل من عندي بهواية. لا أنت أيضا أدائك جميل. ولذلك لربما تسألني، أنا متأثر جدا في المرحوم حمزة الزغير يعني. نعم. كون أداء يعني هو نابع من حزن، وأيضا يعطي الكلمة معناها يعني. نعم. شوف هم شلون ما سألتني شلون تلحن هذه والله هاي نقطة جدا جميلة، يا ريت لو تحدثنا عنها. الشاعر يكتب القصيدة. نعم. هذه القصيدة عندما يكتبها المرحوم كاظم المنظور الكربلائي، وأنا التقيت بابنه نعم. الأستاذ علي. طبعا علي أيضا فنان كبير. نعم. وأيضا جانب الفن هو فنان كبير، وجانب نعم. الردات الحسينية هو مبدع في هذا الجانب. يكتب الشاعر الردة ويجي إلى المرحوم حمزة الزغير. حمزة الزغير كان عنده محل، وهذا المحل كان يشتغل أوتشي. نعم. في مكوى. نعم. نعم. فيجي عليه سمعه، قال له هاي القصيدة شنو رأيك؟ قرها له كذا كذا مثلا. هسه جابر يا جابر ما دريت بكربلاء الصار. الله أعشقها هاي أتمنى أنه نقراها بعد قليل يعني من نكمل إجابتك إن شاء الله. إن شاء الله. فكتبها يتداولون بيناتهم شنو يغيرون من كلمة، شنو يغيرون من هذا، ويبدي يذب اللحن. نعم. هم يسمون أو يذب اللحن أو يذب الطور. ذب الطور. نعم. قال له هاي هذا الطور مالته هيجي. قال له ها حلو ما شاء الله، زين هذا حلو كذا. يسمعوها لأكثر من واحد، يجون نعم. اللي حسن وملا محمود دلاوي. نعم. أو محمد القندرشي الله يرحمه، اللي هو كان صانع عند حمزة الزغير. كان صانع عنده. نعم. بس هم يمتلك صوت حلو. وقبل يمكن 4 سنوات أو 5 سنوات أنا رحت له عدة لقاءات، وفادني جدا فائدة كبيرة بهذا البحث. نعم. الله يرحمه محمد حمزة الزغير. نعم. اللي يسموه هو محمد القندرشي. فمحمد القندرشي يعني كان يشتغل في محل مال تكرم مال صناعة تحذير. نعم. يسموه محمد القندرشي. طيب. يتفقون على اللحن آخر شيء يعني، أو الطور اتفقوا عليه خلاص انتهت. يبدي يقروا بالمحل. نعم. من انعرض هم مجموعة 3 4 ووافقوا عليه خلاص انتهت. قدموه في أحد الأماسي أو في أحد العزية. نعم. هم يسموها في أحد العزية. قدموه في أحد العزية. نعم. شوف عزل خياطين اللي هو أحد المؤسسين إلى المرحوم جاسم الخفاجي، اللي نعم. هو يصير والد الدكتور طارق حسون فريد. نعم. طيب. هذا أحد المؤسسين له. أو مثلا موكب نعم. باب الخان، أو موكب باب المخيم. نعم. وهكذا طرف المخيم العفو. طرف العباسية، طرف العباس وهكذا. نعم. أو موكب باب بغداد. بالتالي منها وتشتهر القصيدة والردة. تشتهر القصيدة. نعم. أو الردة. أحيانا من تشتهر القصيدة شو يسوون؟ أيضا يسوون قصيدة أخرى عليها. نعم. بنفس الطور وبنفس نعم. هذا هم يأدوها لأن اشتهرت هاي. نعم. يأدون عليها بقصيدة أخرى بمناسبة أخرى، مثلا أم البنين تنادي يا ابني ويا روحي الهادي ضحيت لك شباني، وهكذا. نعم. سووا عليها قصيدة أخرى. نعم. نجحت سووا عليها قصيدة أخرى. طيب نتمنى هسه أنه تهدي لنا جابر يا جابر. طبعا هذا من نغم البيات. نعم. جابر يا جابر ما دريت بكربلاء صار من شباوي النار
والحرم شاطت للمعارة تريدها ليها. ما تساعدني يا جابر عالمصاب اللي دهاني، أو تنظر لسهم الشماتة شلون صك عيني وعماني، وانظر القاس المقدر كم سهم ماضي رماني، وانا على فراش الولم كل ساعة وانصاب بسهم. الله من صوب الحرام مثل سبيتهم سباني، مثل سبيتهم سباني. جابر يا جابر والدهر ما انصفوا جار، من شبه والنار والنار اللي يوجرها الدهر قل لي شي طفيها. وجابر يا جابر ما دريت بكربلاء صار، من شباوي النار والحرم شاطت للمعارة تريدها لي. بهاي الردة الجميلة اللي تحمل كل بركة ونفحات ودموع الموالين للإمام الحسين، نختم اليوم هذا الحوار معك أستاذنا العزيز سامي هيان. شكرا جزيلا لك. أنا أشكركم الشكر الجزيل، لأنه هذا صراحة فاجأتوني بالأجر والثواب أولا، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. أستاذ حيدر، نعم، الحقيقة الصوت ليس كما كان الصوت في أيام الشباب، لا لكنه الحمد لله يعني نحاول أنه نؤدي ونوصل هذه الردات وهذا الرثاء لناسنا الطيبة في هذا الشهر الكريم، شهر محرم الحرام. أحسنت وبارك الله فيك. وأحسن الله إليكم. كذلك نشكر كل من تابعنا هذا اليوم. إلى اللقاء.